السلام عليكم. أهلا بكم في قناتكم قطط برية. هنتكلم النهاردة عن قط الرمال. قط الرمال هو واحد من الحيوانات الثديية في عائلة السنريات، وهو قط لديه أذان رقيقة مشعرة وعيون كبيرة وأنف صغيرة. ومن المثير للدهشة أنه من السهل أن تخطئ بين القط الرملي وبين القطة الجذابة الأخرى، ولكن هذا سيكون خطأ كبيرا. فبالرغم من أن القط الرمالي يتشارك في العديد من الصفات مع القطط المنزلية، إلا أن القط الرملي هو قط بري، وهو من أبطال البيئة الصحراوية القاسية. اليوم سنتعرف على بعض المعلومات التي قد لا تعرفها عن هذا الموضوع من القطط البرية. قط الرمال لديه اسم علمي آخر، وهو قط مارجريتا، كما يعرف أيضا باسم قط الكسبان الرملية. وهذه الأسماء العلمية للقط الرملي تأتي من قائد البعثة الذي قام باكتشاف هذا النوع من القطط البرية في عام 1858، جان أوغست. تكيف قط الرمال يعيش في الظروف الجافة القاحلة للصحراء التي تمتد من شمال أفريقيا عبر فلسطين، وأقدام قط الرمال لديها فراء تساعده على المشي على طول المناظر الطبيعية الصخرية الساخنة، كما أن لديها آذان كبيرة تساعده على تبريد هذه القطط وخفض درجة حرارة الجسم. عندما يزن قط الرمال 3.5 جرام، فقد يبدو هذا القط البري مثل القطط المنزلية، ولكنه من الحيوانات المفترسة الشرسة الصغيرة. وهناك أشياء قليلة يخيف هذا القط الصغير، وهو الثعابين، وأيضا عند عدم وجود ماء قريب، لذلك لا يصلح هذا القط للعناية به كحيوان أليف. قط الرمال على عكس الأسود التي تعيش في المفخرة أو المجموعة، حيث يقضي قط الرمال معظم العام بمفرده، ولكن يمكن أن يعيش في أزواج عند فترة التزاوج فقط. وعادة ما تلد الإناث 5 من الصغار أو أقل في المرة الواحدة. عندما تلتقي القطط الرملية معا، فإن لديها مجموعة من الصيحات التي تتواصل بها مع بعضها، حيث إن قط الرمال يمكن أن يصدر صوتا كمثل الخرخرة والمواء فقط مثل القطط المنزلية، ولكنه أيضا يمكن أن يصدر صوت النباح مثل كلاب شيواو. قط الرمال هو من الحيوانات الصيادة، وأقدم قط الرمال مبطنة بشكل كثيف، وجسمه الصغير الانسيابي الرشيق يساعد على الطيران عبر الرمال بسهولة. فيستطيع قط الرمال أن يركض بسرعة تصل إلى 25 ميل في الساعة. قط الرمال من القطط الحافرة الماهرة، والعديد من الثدييات الصغيرة التي يصطادها هي أيضا من الحيوانات الحافرة، وذلك يجب أن يكون قط الرمال قادرا على الحفر لإخراجها. قط الرمال مثل السنجاب سوف يدفن أيضا طعامه ليتناوله في وقت لاحق. يسجل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن قط الرمال قريبا من التهديد بالانقراض، وفي بعض المناطق يعتبر مهدد بالانقراض. وغالبا ما يقع قط الرمال فريسة الفخاخ الموضوعة لحيوانات مفترسة للماشية. وللأسف يتم القبض على بعض القطط الرملية لبيعها بشكل غير قانوني كحيوانات أليفة. بالإضافة إلى قوانين التي تحظر صيد هذا النوع من القطط الرمال، يقوم علماء الحيوان في جميع أنحاء العالم بواجبهم للتأكد من ازدهار قط الرمال. ومن خلال برنامج التكاثر في الأسرار، بدأ أن يتعافى قط الرمال في جميع أنحاء العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.